بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات اتعرفنا على أداتين من أدوات الرسم اللي هو اللاين والريكتانجل، الخط والمستطيل. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على بقية الأدوات. هناخد تالت أداة معانا اللي هي السيركل أو الدايرة. أول لما بتضغط على أداة السيركل بيقولك select center point، بنيجي هنا بنحدد نقطة المركز. أنا عاوز أعمل مثلا نص قطر 3 متر، وبتعمل لي دايرة نص قطرها 3 متر. بنلاحظ هنا في حواف حادة كده تعمل زوايا. طبعا الدايرة ما بتبقاش فيها الحواف دي، بس احنا مثلا لو بنعمل حاجة زي كوبري أو مجسم محتاجين فيه يكون فيه حواف بزوايا. طب ايه نقدر نعالجها ازاي دي، أو نقدر نتفاداها ازاي؟ انت أول ما بتختار الدايرة بتلاقي هنا عدد الجوانب بتاعتك 24 اللي هي عدد من جوانب الحواف دي كلها. لو عديتها هتلاقيها 24. لا أنا عاوز مثلا أخليها 50، نفس نص القطر 3 متر. بنلاحظ هنا الفرق بين اللي هي السموث هنا والحواف الحادة. كل جنب من ده بيقابله جنبين من الدايرة دي. أنا عاوز يكون أعلى من كده، أخليه 100 جنب. يتعمل لي نعمل نص القطر. نلاحظ الفرق هنا كل جنب بيقابله 4 جوانب من الدايرة دي. نمسح الدايرة، ناخد رابع أمر وهو الأرك. الأرك بيتعامل معاملة الدايرة، يعني برضه هتلاقي هنا الجوانب المفروض كانت 24 بس عشان احنا كنا بنعدل في الجوانب بتاعتها هنخليها مثلا 50. يقول لي select start point، نختار نقطة البداية ونقطة النهاية، وبعدين تختار الكيرف اللي انت هتعمله بيه، مثلا وليكن 8/10 80 سنتي. بيعمل لي أرك. ممكن أقفل الأرك ده فيعمل لي مسطح. نمسح الأرك. ناخد أمر بوليجون. أمر بوليجون هنا بنلاقي 3 أضلاع اللي هي السايز بتاعتها 3 أضلاع. عشان يعمل له مثلث هو أقل أضلاع بتبقى أقل عدد أضلاع 3، عشان مفيش مضلع بتعمل أقل من كده اللي هو المثلث. بنيجي نحدد نقطة المركز، وبعدين بتشوف الدوران أو الزاوية اللي أنت هتشتغل بيها، وبعدين تقول له نص القطر بتاعك مثلا عاوزه 1.5، فبيعمل لي مثلث نص القطر بتاعه 1.5. طبعا بيبقى مثلث متساوي الأضلاع. طب أنا عاوز أعمل خماسي، حدد الزاوية من متر أو مسمن حسب ما أنت عاوز. أيا كان البوليجون بتاعك فيه أي أضلاع، أي عدد أضلاع أنت اللي بتحددها وأنت اللي بتشتغل بيها. نمسح الكلام ده وناخد آخر أداة معانا، أداة الفري هاند. ده كأنك ماسك قلم رصاص في إيدك بترسم بيه. هنا في خط فاتنة، بنلاقي هنا كتبت end point. أول ما أسيب هيكون لي سطح. ده بنستخدمه كتير لما تيجي تعمل مثلا زي خطوط كونتور مثلا، لازم تكون ضاغط على الماوس وأنت بترسم. أول ما بتسيب هتلاقي يعني مثلا أنت رسمت كده، أول ما تسيب الماوس هتلاقي الخط قفل معاك.
وقف معاك آسف، لازم بقى ده مسطح لوحده وده مسطح لوحده واللي ورا ده مسطح. هنلاقي إن الأدوات كلها سهلة وبسيطة، بس محتاجة تدريب كتير عشان تقدر تكتشف يعني أكتر، تكتشف أدوات مميزات للأدوات دي أكتر، وتقدر تجرب وتقدر تشتغل بيها. وكده نكون خلصنا الفيديو ده، ونكمل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.